مع قرب ميعاد صلب السيد المسيح وميعاد اسبوع الالام او الامه، اراد السيد المسيح ان يقوي ايمان التلاميذ او ايمان الرسل وايمان كل المؤمنين الذين يدعوه، بانه قصد ان يتاخر العازر علشان خاطر يقيموا من الاموات بعد كده، فيوري للتلاميذ ويوري للرسل سلطان السيد المسيح او سلطانه، يوريهم سلطانه على الموت. فطبعا معجزه النهارده اقامه السيد المسيح للعازر دي بتثبت سلطان السيد المسيح على الموت، وتثبت ايضا لاهوت السيد المسيح، لان حتى وان كان هناك انبياء كثيرين يعني اقاموا موتى او قديسين حتى اقاموا موتى، لكن كل دول مش بنفس الطريقه التي اقام بها السيد المسيح. كان الانبياء والقديسين يصلوا لربنا عشان خاطر ربنا يقيم هذا الميت، لكن كون السيد المسيح يقف قدام القبر وينادي بكل سلطان لعازر هلم خارجا فيخرج لعازر، ده مش سلطان عادي او مش انسان عادي او مش نبي عادي حتى. وكمان كون ان هو العازر كان في القبر 4 ايام، يمكن يعني ما سمعناش حتى ابدا ان هو اقام ميت بعد فتره كده، حتى القديسين مثلا ولا الانبياء اقاموا اموات كان بيكون لسه ميت مثلا في خلال ساعات. عشان كده القديس يوحنا ماري يوحنا الحبيب اللي هو كاتب انجيل يوحنا ركز جدا على المعجزه ديت وكتبها بالتفصيل، لان كل انجيل يوحنا كان قاصد منه ان هو يوضح لاهوت السيد المسيح. لان زي ما احنا عارفين طبعا انجيل يوحنا كتب اخر الاناجيل سنه 96 ميلاديه تقريبا، فعشان كده كان بدا يتكلم عن المعجزات اللي هي تثبت لاهوت السيد المسيح بالاقصى. عشان كده حتى مثلا نتكلم زي ما ربط النهارده برضه ان هو ربطها بمعجزه شفاء المولود اعمى. المولود اعمى كده قال منذ الظهر لم نسمع قط ان احد فتح عين مولود واحد اعمى. اذا السيد المسيح النهارده بيعلن سلطانه على الموت وبيقول لنا ما تخافوش من الموت باقامته للعازر، وزي ما قال او زي ما سماه السيد المسيح النهارده ان هو نوم. السيد المسيح بيسمي موت العازر ان هو نوم، وتحللنا الكنيسه كده تقول لنا ان الموت ده مجرد انتقال او كوبري بيودينا من حياه ارضيه الى حياه ابديه سماويه. عشان كده في برضه السيد المسيح اثناء حياته على الارض اقام موتى كثيرين، ما ذكرش الوحي منهم غير 3 معجزات، ما ركزتش غير 3 معجزات: اقامه ابنه يايروس، اقامه ابن عمار نايين، واقامه العازر. وفي نفس الوقت في كثيرين ماتوا برضه اثناء حياه السيد المسيح على الارض لم يقمهم السيد المسيح، زي يوحنا المعمدان مثلا مات اثناء وجود السيد المسيح على الارض لكن لم يقمه، لان مش مهم الموت الجسدي. يعلمنا بقى السيد المسيح والكنيسه ان الخطوره مش في الموت الجسدي ده بالعكس، ده هينقلنا من حياه ارضيه لحياه سماويه، لكن الخطوره في موت الخطيه ان الانسان يكون بعيد عن ربنا، زي ما هو قال من امن بي ولو مات فسيحيا. لكن طبعا اللي مش مؤمن بالسيد المسيح ده اللي منتظر الموت، او البعيد عن السيد المسيح في حياته في حياه الخطيه ده برضه يبقى منتظر موت اصعب من الموت الجسدي. عشان كده برضه نلاقي الوحي اختار لنا 3 معجزات بعنايه جدا عن اقامه السيد المسيح للموتى. اول واحده زي ما قلنا اقامه ابنه يايروس، وكان دي ليها ساعات بس في الموت، ما طولتش، يعني يا دوبك هو ماشي في السكه بعتوا له خبر ان دي ماتت فدخل وقومه. بعد كده برضه اقامه ابنه الارمله كان ليه ساعات لانه كانوا حطوه خلاص في النعش ورايحين يدفنوه. واقامه العازر كان ليه 4 ايام في القبر. ايه القصد من كده؟ بيقولوا ان ديت بتمثل حياه او مراحل الخطيه في الانسان. لو ابنه يايروس بتكون اللي ليها ساعات او ساعه او دقائق كمان، يمكن ما كملتش ساعه،
دي بنقول الخطية لسه في بداية مرحلتها أو في المرحلة الأولى من الخطية اللي هي مرحلة الفكر. إن الخطية لسه الإنسان بتكون الخطية عنده فكر، مجرد فكر. والمرحلة الثانية اللي هو ابن الأرملة العميين اللي ليه ساعات أو يمكن يوم، ده بيمثل الإنسان اللي هو عدى مرحلة الفكر ودخل مرحلة تنفيذ الخطية، لكن لم يعني ياخد الخطية دي كعادة، مرة عملها وندمان عليها. والمرحلة الأصعب اللي هي مرحلة العازر، اللي هو الإنسان اللي عايش في الخطية وأصبحت الخطية دي بالنسبة ليه كعادة، ويقول عنهم كده الكتاب المقدس كلمة صعبة قوي، يشربون الإثم كالماء. خلاص بقى الخطية دي عادة عنده، المال يعمل الخطية وهو مش حاسس، بيشرب الإثم كالمية. لكن في كل المراحل ديت الثلاثة من الخطية برضك يستطيع السيد المسيح أن يقيمنا من موت الخطية، بس المهم نلجأ ليه ونتمسك بيه. أعطى السيد المسيح برضك من الثلاث معجزات دول أو ثلاث معجزات، أعطى علامات لكي يتعرف كل إنسان منا هل هو حي ولا ميت. ما مش مهم بس إن احنا نتحرك أو ناكل ونشرب، لكن في علامات للحياة. إيه العلامات الحياة دي؟ في معجزة إقامة ابنة يايروس، قال لما قومها السيد المسيح قال لهم أعطوها تأكل. إيه الخبز؟ خبز الحياة. خبز الحياة عندنا هو جسد الرب ودمه. يبقى ادي أول علامة لعلامات الإنسان الحي، إن هو مرتبط دايما بيتناول من جسد الرب ودمه، مرتبط دايما بجسد الرب ودمه. في تاني معجزة إقامة ابنة الأرملة في مدينة نايين، لما أقام السيد المسيح يقول دفعه إلى أمه. دفعه لأمه، أمه هنا بتمثل بركة روحية الكنيسة. يبقى كل إنسان يعيش خارج الكنيسة فهو ميت روحيا أيضا. العلامة الثالثة في معجزة النهارده إقامة العازر، لما أقامه السيد المسيح قال إيه؟ حلوه ودعوه يذهب. دعوه يذهب أي يسلك بحسب وصايا الكتاب المقدس، بحسب وصايا ربنا، طريق الفضيلة، أن يسلك طريق الفضيلة. يبقى ثلاث علامات كل واحد كده مع نفسه يقيس عليهم نفسه هل هو إنسان حي أم ميت. الارتباط بجسد الرب ودمه، الانتماء للكنيسة ووجوده دايما في حضن الكنيسة، وثالث علامة هل يسلك الفضيلة وصايا ربنا ولا لا. الله قادر أن يعطينا حياة النصرة على الخطية، لا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.